في الفيديو ده انا هقولك ازاي تخلص كتب اكتر حتى لو انت بتحبش قراءة. المشكلة اللي احنا بنواجهها ان احنا مش بنعرف نخلص كتب. نبتدي في الكتاب بنقرا اول 5 صفح بالظبط، يعني بنسترجل في ال5 صفح بغباوة، لكن خلاص بس نحط البوك مارك بس شكرا نسيبه. الحمد لله انا قريت 5 صفح يعني اللي هو بنتفقع من الكتب. كلنا بنتفقع عادي، انا بتفقع حتى من الكتب اللي انا جايبها ومتحمس ليها جدا بس ايه، مش عايز اقول ان انا اتفقعت منها. بنتفقع من الكتب بسهوله، يعني لو انا هقعد اقرا هنقعد نقرا صح، طب ماشي انا ممكن اقرا اول 5 صفح، طب انا هعرق وانا بقرا بس يعني الحمد لله هنكون عملنا انجاز. بعدين نحط بقى البوك مارك كده وخلاص الحمد لله، اقفل بقى خلاص نام بقى، خش نام معتزل. خلينا نبتدي بسؤال، ليه بنتفقع بالكتب؟ المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيكون فيه افكار بتطبق، وهي حته ان انت هتبتدي الكتاب تخلصه، بتحس فيه تهديدات. خلاص مش والله مهرب من ناحيه الكتب دي تاني ايه. حتى المجتمع اللي احنا عايشين فيه او العالم اللي احنا الكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها دي، الناس بتتفقع من القراءه علشان كانوا متعودين على اساس ان القراءه شيء انت ملزم بيه، عشان يجي يقول لك المستر لازم تخلص لي الشابتر ده وهسالك فيه بكره 18000 سؤال. ساعات بنربط حتى القراءه نربطها بالجامعه بقى والمدرسه ومش عارف ايه، ومن حقك بس علشان انت بتحس دايما ان القراءه دي شيء ملزوم عليك. هو انت ملزوم عليك طالما انت في المدرسه وفي الجامعه علشان تعرف تتخرج اصلا، لكن القراءه عامه كشيء جميل كده، كتب قصه جميله مش عارف ايه الحركات دي كلها، لا هي تتقري واي بني ادم ممكن يقراها، وممكن تخلص الكتب اللي انت فاكرها هتخلص في سنتين ممكن تخلصها في ساعتين. انا اصلا شايف ان دي كفكره مش حلوه انك تيجي على نفسك قوي، انك لازم لو ابتديت كتاب تخلصه. طب ما انا لازم اكمل فيه قراءه وانت اصلا بتقرا ومتقدر ان انت بتقرا. انا شايف ان انت لو مش عاجبك الكتاب ده سيبه. انا شايف ان هي رول رخمه. دلوقتي احنا هنتكلم بقى عن انت ليه ممكن تسيب الكتب. ليه لو انت مش عاجبك الكتاب ممكن تسيبه عادي؟ في كتب بتكون اصلا ممله، يعني اصلا الكاتب كاتبها وهو متقدر، هو كاتبها اصلا هو ايه زعلان، يعني هو اصلا ماسك ورقه وقلم عمال يكتب، هو زعلان ان هو بيعمل حاجه زي كده، وهو يفضل ان هو مثلا ياكل كشري بدل ما يكتب كتاب. مالكش دعوه بالكتب الممله اللي هو انت دخلت قريت فيه حبه حلوين ومفيش حاجه، الراجل ما بيقولش حاجه، الراجل بيدردش معاك فاهم، فلا خلاص ليه اوجع دماغي ليه؟ في كتب انت داخل تقراها علشان موضوع معين ومش هتكلمك فيه ابدا، هو يعني الكاتب حالف ان هو يحط لك كفر فاجر للكتاب ويكلمك عن البتنجان الاصلي، تكون انت متوقع البتنجان الاصلي وهو داخل يكلمك فلاش. خد البتنجان الاصلي ده على اساس ان هو موضوع مهم وانت داخل بتدور عليه جامد، وهو اصلا يخش ياخدك في حته تانية خالص، يعني فاللي هو انت داخل بتقرا كتاب عشان موضوع معين، هو لا. في كتب بقى بجد انت اللي هو بتخش تاخد الكتاب، لا استفدت من كام شابتر، يعني الكام شابتر الاولانيين حلوين جدا، قريت في المقدمه والشباتر الاولى، لا كتاب نظيف، تعال نكمل. بكمل بلاقيه بيعيد نفس الكلام. طب انت ليه طيب يا اسطى ليه بتصلي على النبي؟ مش احنا بنكمل الكلام، لا هو هيعيد فيه تاني. هو اول كام شابتر جامدين جدا وفيهم الخلاصه فيهم كل حاجه وقمه التشويق، لكن بقيت بقى الكتاب كيفيه عمل الحمص لو ما بيتعملش اصلا، بس يعني فده برضو سبب يخليك برضو تسيب الكتب دي. طب يا نور يعني انت بتقول لي ان انا اسيب الكتب اللي مش عاجباني على ضمانتك؟ على ضمانتي، انا مسؤول على اللي انا بقوله لك. ان لو في كتب بتهري في المهري بتقول اي بتنجان تمام، فلا ليه توجع دماغك ويبقى اسمك قريت كتاب عادي؟ ممكن تقرا كتب مهوله كتير جدا عن الملايه بتاعت المخده، يعني صباح الفل اي حاجه بقى بتكلم عن اي حاجه. طب انت كده اسمك قريت كتاب مستفدت؟ لا ما قريت كتاب استفدت ولا عملت اي حاجه؟ طب استمتعت حتى بالقصه؟ لا خالص. فخلينا نخش في التيبس اللي ممكن اديها لك تخليك تخلص الكتاب اللي انت دخلت فيه. اول حاجه السبيد ريدنج، علشان تخلص كتب وعلشان ما تملش بسهوله. ساعات احنا بنقرا الكتاب وبنزهق علشان احنا بتاخد الكتاب اللي هو ايه، تفهم الرجل الموقف فقد كان من السهل فهم. ليه طيب احنا نقعد نقرا ساعتين؟ انت ليه اصلا تقعد تحرك شفايفك وانت بتقرا؟ انت ليه تتكلم اصلا وانت بتقرا؟ انت ليه تنطق الحاجه بصوت عالي؟ في حاجه برضو بتبطئك، وايه هي الحاجه اللي بتبطئك؟ ان انت بتقرا الكلام وبتسمعه جوه دماغك. فمثلا انت بتقرا القصه وانت بتقراها جوه دماغك في صوت بيقرا وراك بيقول كل كلمه بالحرف وليه صوت معين كده، ودي حاجه اسمها السب فوكالايزنج. انت مش بتقول حاجه ببقك ولا بلسانك ولا اي حاجه، بس في صوت جوه بيعطلك بان هو بيقول كل كلمه بكلمه. هتقول الكلام هتبقى بطيء شويه، مش هتقول الكلام هتقعد تجري في الكتاب بعينيك وهتبقى مستوعب كل كلمه وكل فكره. فمفيش داعي انك تبقى في صوت في دماغك او في صوت انت بتطلعه اصلا من بقك، علشان كل ده بيخليك تقول الحرف بالميل. يعني انت اصلا طبيعتك كبني ادم في كلمه قدامك على الشاشه
شاشة مثلا، انت بتبقى اصلا بصيت في نصها، انت قريت الكلمة كلها، مش لازم تقرا الكلمة بالحرف، عينيك بتعدي على الكلام، بتفهم الكلام، مش مجرد انت تجيب من اول كلمة يس. انت بتبص في نص كلمة يس بتقراها ان هي يس، انت مش بتقعد تعدي على الحروف كده يس. لا احنا متعودين على الجمل، فاحنا عينينا بتيجي في الجملة بنقراها على طول، مش لازم ناخدها كده. لو انت مش عارف تخلص كتب، حسيت ان مليت، حسيت ان انت سرعتك بدأت تقل شوية، فالحاجة الكويسة اللي انت ممكن تعملها ان انت تقرا شوية كتب مع بعض. دلوقتي برضه انا ماشي في كتاب اينشتاين والنسبية بتاع الدكتور مصطفى محمود، بيتكلم بقى عن النظريات العلمية، بتتكلم عن الابعاد، الزمان والمكان والذرة، بتتكلم عن الفوتون والموليكيول والاتومز والحاجات دي كلها، وبتكلم عن اينشتاين والنسبية. فخدني كده في حتة ايه، في انترتيننج كده شوية، حاسس ان انا مش عايش في عالم واحد بس، عالم ملزم ان انا اكون عايش فيه، لا ساعات بشفت كده ما بين كذا عالم، بشفت ما بين كذا قصة، ما بين كذا كتاب، علشان ما احسش ان انا حصل ملل. فبدل يعني ما تقرا كتاب واحد وتزهق من قراءة الكتاب ده فتزهق من القراءة كلها، لا يا عم انت خش على كتاب تاني وكمل قراءة، اهم حاجة تواظب عليها، بدل ما تمل من القصة دي خش في قصة تانية. حاجة برضو كمان من الحاجات اللي هتخليك تعرف تخلص الكتب هي انك تحافظ على عادة القراءة. ازاي تكون عادة القراءة وتخليها جزء من يومك؟ اصلا حاجة زي كده مش هتحصل من يوم وليلة. حط لنفسك هدف انك تقرا صفحة في اليوم. هتقرا صفحة هتلاقي نفسك لا انا ممكن اخلص اكتر من كده، انا ممكن اخلص 10 صفحة. لا ايه صفحة دي يا عم؟ لا صباح الفل، انا عندي الوقت واقدر اخلص 10 صفحة. مع الوقت اصلا ممكن تخش لك في 20 يوم، اسبوعين، 20 يوم، او مع الوقت هتلاقي نفسك خلاص. سواء بقى انا خصصت القراءة دي بقى ليها ساعة كده في اليوم، او نص ساعة، او يا سيدي ربع ساعة، انا كونت عادة القراءة وهي بقت جزء من يومي. خلاص بقى انت تخطيت مرحلة انك تقرا كم قليل، فبتخش بقى في كميات كبيرة من الصفحة، وطول ما انت بتقرا كل يوم انت هتكون عادة القراءة بسهولة. فمهما كان بقى يومك ده اصلا كان يوم مليء ويوم حافل ويوم مش مشغول فيه جدا، هتلاقي نفسك كده لا انا عودت نفسي ان انا اقرا. في برضو حاجة كمان ممكن تخليك تخلص كتب وتتحمس لقراءة الكتب وتمشي فيها اكتر، وهي انك تتكلم مع حد عن الكتاب اللي انت قريته، تتناقش مع الناس عن الافكار اللي انت لقيتها في الكتاب واستوعبتها من الكتاب. اعرف ناس بتقرا، شوف من صحابك الناس اللي بتقرا كتب، اتكلم معاهم عن القراءه، اتكلم معاهم على اللي هم استفادوه من اخر كتاب قروه، واقرا انت. ولما تقرا اي حاجه تستوعبها، اي فكره تخش لك تطبخ كده تستوي، طلعها للناس، فهمها للناس، اشرحها في فيديو، اشرحها لعيلتك، كونفرزيشن كده مع اخوك مثلا، واتكلم معاه عن الفكره اللي انت اتعلمتها في الكتاب. واستيعابك للكتاب بيزيد لما تروح تشرح الكتاب ده لحد، سواء بقى كان اخوك، صاحبك، مش عارف مين. حاول برضو تشوف جروب بتاع قراءة، شوف الشباب اللي دايما بيحوموا حوالين المكتبة في الجامعة او في المدرسة او في اي حتة، وهتلاقي نفسك بتتشجع عن القراءة، علشان انت بتلاقي، مش عشان انت هتلاقيهم بقى يلا بينا اقرأ كتاب يلا، يعني الموضوع مش هيبقى محمس كده، لكن الموضوع هيحمسك علشان هتلاقيهم بيتكلموا في قصص. ايه ده انا ما سمعتش القصص دي قبل كده، لا القصص دي شيقة وشكلها جامدة. تلاقي شخص مثلا بيتكلم معاك في حاجة، وهتلاقي يتكلم معاك في موضوع انت عمرك ما سمعته قبل كده، هتلاقيه بيتكلم معاك عن موضوع انت عارفه لكن بوجهة نظر مختلفة خالص، وهتندهش كده. وما ازاي بيتكلموا في الحاجات دي، ازاي بيتناقشوا القصص والمفاهيم والمواضيع دي كلها. هتلاقي بقى ان كل الكلام ده جاي من الكتب، واللي هم حتى ممكن يرجحوها لك حتى. فدخل نفسك في جروب، اشرح للناس، وهتلاقي نفسك عندك استيعاب احسن للكتب، وتلاقي نفسك متحمس اكتر لقراءة كتب اكتر. فخلينا نخش بقى في الخلاصة. احنا لو ما قرأناش الكتب وما اديناش الكتب وزنها وما اديناهاش وقتها في حياتنا، بيكون فاتنا حاجات كتير جدا، فاتنا علم وفاتنا ترفيه جميل جدا وفاتنا تجارب حلوه جدا. ندي الكتب فرصه والله، وهنستمتع بحياتنا اكتر، وهنلاقي ليها بعد تاني خالص. في كتب مش حلوه، في كتب ممله، في كتب مش بتوصل الرساله. الكتب دي تستحق ان انت تركنها شويه وتروح تشوف كتب شيقه اكتر، كتب انت شايف ان انت ممكن تكون بتحبها، شايف ان انت تكون انترستد فيها اكتر وتعرف تخلصها. خش في الكتب دي بعشم وخش فيها جامد، وسيبك من الكتب اللي انت مش عارف تعمل معاها سينك. ففي كذا حاجه بتخليك تعرف تخلص الكتب، ومنها السبيد ريدنج، وهي انك تعود نفسك على السكيل والمهاره بتاعت انك تقرا بسرعه، وحاول انك ما تقولش الكلام في دماغك او في سرك، حاول فقط تسكان بعينك، وهتلاقي نفسك بتفهم احسن وبتجري اكتر في الكتاب. اقرا كذا كتاب مع بعض، هتلاقي نفسك مش بتزهق من الكتاب فتسيبه خلاص وتسيب القراءه كلها كده باكملها. لا خليك ماشي كده في كذا كتاب، علشان لما تزهق من ده تخش في ده، ولما تزهق من ده تخش في ده. تلاقي الموضوع عندك فيه فرايتي. تكلم مع الناس في الكتب اللي انت قريتها، تكلم مع الناس في الكتب اللي انت عايز تقراها، شوف الناس اللي بتقرا كتب عامه وقول لهم ان هم يرجحوا لك كتب في مجالات معينه، هتلاقيهم يرجحوا لك حاجه انت ممكن تكون عاجباك. ودايما عود نفسك على عاده القراءه، دايما اقرا كل يوم، حتى لو هتقرا في يوم 50 صفحه واليوم التاني هتقرا فيه نص صفحه، اتليست انت بتقرا. العاده بتاعت القراءه بتربي عندك حاجات كتير جدا زي الصبر والتفكير، تدي لك وقت تقعد تتامل شويه. فمن الاخر
لازم يكون عندنا عادة للقراءة ونعيش ونقرأ ونتبحر في الكتاب. ولما تبقى كونسيستنت ولما تبقى دايما ملتزم بانك تقرأ كل يوم، ده هيكون عندك العادة دي وهيخليها سهلة عامة. وفي المستقبل حتى لا يعني انت لو ألزمت نفسك بس فقط بأسبوعين او اكتر من اسبوعين شوية، يعني خلال 20 يوم هتعرف تلاقي نفسك مستوعب الكتب، ليك قاعدة للكتاب، عندك افكار، تكون وجهة نظر هتضيف لشخصيتك ولكونك بني ادم هيبقى عنده حاجة زيادة، هيبقى عنده حاجة يعرف يضيفها. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. قولوا لي في الكومنتات هل بتفكر تبتدي القراءة؟ حتى لو انت بتقرأ رجح لي كتب حلوة ممكن اقرأها، وتدوس على جرس التنبيهات علشان يجيلك كل فيديو اول باول. بس كده، السلام عليكم.